السلام عليكم. مرحبا بكم معايا من جديد، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم مع فيديو جديد غنشارك معكم حريشات صغار في المقلة، كيجيو اكثر من رائعين شكلا ومذاقا. القوام ديالهم خفيف، كيجيو هشاش من الداخل. انا متأكدة الا جربتوهم غادي يعجبوكم ويعجبوا عائلتكم. اذا خليكم مع الوصفة، طريقة التحضير والمقادير. باش نديرو هاد الوصفه كنحتاجو المقادير التاليه: عندنا السميد الناعم الخاص بالحرشه والبسبوسه، عندنا السكر سنيده، الخميره حبيبات، الملحه، ساشيه ديال لافاني وخماره، وكاس ديال الزيت. هنا عندي 9 الكؤوس ديال السميد ما يعادل كيلو 200 غرام. كنضيفو عليه معلقه كبيره ممسوحه ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، كنزيدو من بعد ساشي من لافاني كما كتشوفوا. كنقوموا بخلط النواشف من بعد مزيان باش نتاكدوا ان السكر والملح ديالنا تخلطوا مع الدقيق. من بعد كنزيدوا كاس زيت المائده ما يعادل 150 ملل. كنخلطوا مزيان حتى يتلبس السميد بالزيت باش تجينا هشيشه. من بعد كنبقاو نخلطوا نحركوا بحال هكا كما كتشوفوا. كنمرملوا الخليط ديالنا كيولي مرمل، يعني دوك الحبيبات كيتلبسوا بالزيت ديالنا. من بعد هاد المرحله هادي كناخذوا واحد الزلافه كنقصوا فيها 2 كيسان ديال هاد الخليط باش كنستعنوا به باش كنقرصوا به الحريشات ديالنا. كنزيدوا واحد الساشيه ديال خميره الحلويات، وكنزيدوا عليها معلقه صغيره من خميره حبيبات. يمكن لكم تستعملوا المعجونه. كنستمروا بالخلط مزيان. في هذه المرحله هذه كنضيفوا الماء بالتدريج مع الخلط باطراف الاصابع. الماء كيبقى على حساب نوعيه السميد. انا احتاجيت 6 كؤوس من الماء ما يعادل 900 ملل. كنستمروا بجمع الخليط باطراف الاصابع، ما كنعجنوش العجينه. كما كتلاحظوا العجينه ديالنا كتكون مرخوفه على هذا القوام هذا. من بعد كنغطيوها بواحد البلاستيك غذائي وكنخليوها تشرب واحد 10 دقائق باش عاد ديك الساعات كنقدروا نرجعوا باش نقرصوها. كنأكد ان العجينه خصها تكون مرخوفه وما تخافوش من داك القوام ديالها، بالعكس غادي تجيكم هشيشه. من بعد ما ارتاح الخليط كندوزو باش كنقرصوه. كناخذوا قليل من العجين كندوزوه في السميد اللي نقصنا، كنكوروا العجين غير بين يدينا. كنستعنوا بهذا الاطار باش نقرصوا الحريشات. يمكن تستعنوا بغطاء ديال القرعه ديال الشوكولات اللي كنغلفوا بالبلاستيك وكنقرصوا فيه. نقدروا نديروها في مقله فوق البوطه. انا كنستعمل هذه المقله الكهربائيه لانها كتهز لي كميه كبيره وكطيب فوق تواجيز كما كتشاهدوا معنا. كنبقاو نديروا وحده من مور وحده. كنحطوا الاطار كنقادو بديك الغطاء ديال الاطار باش كيجينا السطح ديالها مستوي. كنستمروا بنفس الطريقه. كنحطوا الاطار في المقله، كنديروا واحد شويه ديال السميد عليه، كنديروا الكويره ديالنا وكنقرصوها. ما كنوركوش بزاف باش ما يجيوناش قاصحين، كنخليو لهم شويه مرخوفين في التقراص. كنكملوا جميع الكميه. انا هاد المقله كتهز لي 8 ديال الحريشات على حساب الكبر. اذا كانوا صغار يقدروا يهزوا اكثر، كانوا كبار هذا هو القياس اللي كتهز. كنكملوا النصف ديال الكميه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنحاولوا نضغطوا غير شويه. يمكن لكم الا استعملتوا الغطايه ديال الشكلاط الا بغيتوا تضغطوا كتقلبوها وكتضغطوا بها نفس الشكل. داكشي غير باش كنتاكدوا ان ما كتجيناش عوجه كيجي السطح كلها ملس. كنكملوا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. من بعد ما كنكملوهم كلهم كنخليوهم حتى كينتفخوا واحد شويه. عاد ديك الساعات كنقدروا نقلبوهم باش كنحمروهم من الجهه الاخرى. كنستعملوا غير بواحد الاداه باش نقدروا نقلبوهم. كنقلبوا الكويرات ديالنا او الحريشات ديالنا غير بالمهل باش ما كطيح لهمش الخميره ديالهم كما كتشوفوا. غير بشويه حتى كنقلبوهم كاملين بهذه الطريقه كما كتلاحظوا معنا. من بعد ما كنقلبوهم كلهم كنبقاو ندوروهم لان داك التدوار وديك التقلاب ديال الحرشه هو اللي كيعطي هذيك اللون ديال التحمار مقاد. كما كتلاحظوا معنا كنبقاو نقلبوا هكا بهذه الطريقه. كنوركو بديك الغلاقه ديال الاطار باش كنقادوا لها الوجه ديالها. كنستمروا بهذه الطريقه. كنبقاو نقلبوها نحمروها حتى كنوصلوا لهاد التحمار
اللي بغينا. هانتوما كما كتشوفوا داك السكر اللي كنضيفوا لها مع ديك الساشيه تاع لافاني كيعطيها واحد اللون زوين. كنبقاو نحمروهم مزيان. هانتوما كما كتشوفوا معنا كيجي فيهم واحد التحميره زوينه. من بعد ما كنكملوا الكميه الاولى كنضفوا المقلاه ديالنا من ديك السميد اللي كان فيها، كنكملوا الكميه المتبقيه ديالنا د العجين بنفس الطريقه كما كتلاحظوا معنا في الفيديو. هاد كميه العجين كتعطينا 16 حبه. هكا كتجي اشكال الحريشه ديالنا رائعين هشاش اقتصاديين كيوجدوا بسرعه. كنتمنى تجربوهم لعائلتكم. هنا كيسالي الفيديو ديالنا، نتمنى تجربوهم. الى عجبكم الفيديو شجعوني باللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نخليكم في رعايه الله والى اللقاء في فيديو جديد.